في الفيديو اللي فات بدأنا مع بعض أول جلسة من جلسات نفسية، واتكلمنا عن المشاعر اللي بنخاف نواجهها، عن الحزن اللي مش بنفهم سببه، وعن الجروح القديمة اللي لسه بتأثر فينا لحد النهاردة. النهاردة في الفيديو ده هنكمل مع بعض رحلة الفهم والوعي والتعافي، بس المرة دي هنتكلم عن الماضي اللي لسه بيحكم فينا، عن الجروح اللي بتخلينا نختار الغلط ونبعد عن اللي يستاهلنا، وعن الصوت اللي جوانا اللي ساعات بيقول لنا انت مش كفاية. لو حسيت يوم انك بتمشي في دواير، بترجع لنفس الألم، نفس العلاقة، نفس الندم، الفيديو ده ليك. تعال نكمل الجلسة سوا. الجزء الرابع. إمتى تقول كفاية؟ أولاً، لما الماضي يفضل شغال جواك. ساعات بنفتكر إن اللي فات خلص، بس تلاقيك لسه بتتألم من كلمة اتقالت من سنين، أو موقف اتحطيت فيه وإنت صغير ولسه بيوجعك. المشكلة مش في الذكرى، المشكلة إنها لسه بتتحكم في قراراتك دلوقتي. لسه مش بتثق في الناس، لسه بتهرب من العلاقات، لسه بتخاف تتكلم عن مشاعرك. كل ده مش لأنك مش عايز، لكن لأن جواك جرح لسه مفتوح. ثانياً، العلاقات اللي بتستغلك. في علاقات بتاخد منك كل حاجة: وقتك، طاقتك، سلامك، نفسك. الشخص اللي دايما بيوجعك ويجي يقولك ما كنتش أقصد. الشخص اللي بيحبك بس بيكسرك كل شوية. اسمع دي كويس، الحب اللي بيخليك تشك في نفسك ده مش حب، ده استنزاف. من حقك تقول كفاية، من حقك تمشي، ومن حقك تختار نفسك. ثالثاً، إزاي تطمن لنفسك؟ يمكن أكتر سؤال بنهرب منه. أنا كويس؟ وبنخاف نجاوب، لأننا عارفين إن ورا الإجابة وجع. بس دكتور محمد قال حاجة قوية: في وجع بيحررك، ووجع بيحبسك. اختار تتحرر. عشان تطمن لنفسك لازم تبص جواها، لازم تقعد مع نفسك وتسمعها، حتى لو صوتها بيبكي. رابعاً، الناس مش دايماً هتفهمك، ومش لازم. في شعور قاتل لما تتكلم ومحدش يفهمك، أو لما تحكي عن ألمك ويتحكم عليك. بس الحقيقة، مش كل الناس عندها القدرة تشوف العمق اللي جواك، ومش لازم تقنعهم. كفاية إنك أنت عارف نفسك، كفاية إنك أنت مصدق اللي حاسس بيه. عادي جداً إنك تكون مختلف، لإنك مش نسخة من حد. خامساً، خليك دايماً في صفك. ما تخليش صوتك الداخلي يبقى ضدك. ما تبقاش أول واحد يجلدك. اوعى تكون عدو نفسك، لأنك لو ما كنتش في صفك محدش هيكون. انت محتاج نفسك تكون سندك، حضنك، أمانك. ومهما كان اللي حصل، قول لنفسك الجملة دي كل يوم: أنا مش ضعيف، أنا إنسان بيتعافى. الخاتمة: ما تستناش لحد ما تتكسر عشان تبدأ تفهم نفسك. انت تستاهل تعيش مرتاح، تستاهل ناس تحبك بصدق، تستاهل تسامح نفسك على اللي فات. ابدأ الرحلة، حتى لو خطوة صغيرة، لأن كل خطوة ناحية السلام هي انتصار ليك. الجزء الخامس. لما تكون تايه ومش عارف ترجع لنفسك. أولاً، أوقات بتحس إنك مش أنت. عارف اللحظة اللي بتبص فيها لنفسك في المراية وتحس إنك مش عارف الشخص اللي قدامك؟ تحس إنك بتضحك بس جواك فراغ، بتخرج بس مش مستمتع، بتشتغل بس فقدت الشغف. تحس إنك تايه من جوه. مشكلتك مش إنك ضعيف، مشكلتك إنك متراكم جواك حاجات كتير وسايبها من غير ما تفرغها. ثانياً، الضغط مش دايماً من بره. ساعات الضغط مش جاي من الناس، جاي من دماغك. الأفكار اللي طول الوقت بتجلدك: أنا مش ناجح، أنا اتأخرت، أنا فشلت. بس خد بالك،
اللي بيقيس نفسه بمسطرة الناس عمره ما هيحب نفسه. انت ليك ظروفك، تجربتك، وقتك. ما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بنسختك اللي كانت من سنة. ثالثاً، مفيش حد ثابت طول الوقت. احنا كبشر مش ماكينات، مش مطلوب مننا نبقى تمام كل يوم. طبيعي تتعب، طبيعي تتلخبط، طبيعي تسأل نفسك أنا رايح فين؟ ما تقلقش، السؤال ده معناه إنك صاحي، إنك بتراجع، وإنك لسه بتحاول. رابعاً، الرحلة مش دايماً واضحة بس تستاهل. مش لازم تبقى عارف نهاية الطريق، كفاية إنك واخد خطوة، كفاية إنك قررت تحاول. لو فضلت مستني توصل عشان ترتاح، مش هترتاح، لأن الراحة مش في المكان، الراحة في الطريق وفي نيتك وفي علاقتك بنفسك. خامساً، لما تضيع، ارجع لأساسك. دايماً اسأل نفسك 3 أسئلة. 1. أنا محتاج إيه دلوقتي؟ 2. إيه اللي مسبب لي الوجع؟ 3. لو كنت بصاحب حد مكاني، كنت هقول له إيه؟ جرب تجاوب، هتتفاجئ قد إيه الإجابات جواك. وما تنساش، أكتر طريق بيوصل للراحة هو طريق الرجوع لنفسك. الخاتمة، أنت مش لوحدك، ومفيش حد عارف هو بيعمل كل حاجة صح. بس الفرق بين اللي بيتوه وبين اللي بيتعافى إن التاني مكمل رغم التيه. اختار تكون الشخص ده اللي كل مرة يقع يقوم، وكل مرة يتكسر يرمم نفسه، وكل مرة يتوه يدور على نفسه من تاني. إزاي تبدأ من جديد؟ أول خطوة، اعترف باللي حصل. مش شرط علشان تبدأ من جديد إنك تمحي الماضي. بالعكس، البداية الجديدة الحقيقية بتيجي لما تبص للماضي بعين صريحة. تقول أنا وقعت، أنا كنت غلطان، بس كمان تقول أنا اتعلمت ومش ناوي أعيش هناك تاني. ثانياً، ما تستناش الإحساس، ابدأ بالحركة. في ناس بتقعد تستنى الإلهام، تستنى الحماس، تستنى الإحساس إني جاهز. بس الحقيقة الإحساس ما بيجيش غير لما تتحرك. يعني ما تستناش تكون تمام علشان تبدأ. ابدأ وهتتفاجئ إنك بقيت تمام وإنت في السكة. ثالثاً، ما تربطش نفسك بالماضي. كل يوم بيفوت وإنت شايل على كتفك اللي فات هو يوم ضايع من عمرك. لو حد خانك أو إنت خنت نفسك، لو فشلت في حاجة كنت بتحبها، افتكر، إنت مش الغلطة اللي حصلت، إنت الفرصة اللي لسه قدامك. رابعاً، ابدأ صغير بس ابدأ. مش لازم تبدأ بخطة 5 سنين ولا بمشروع كبير. ممكن تبدأ بكوباية مية تشربها وانت صاحي بدري. ممكن بورقة تكتب فيها أنا هرجع لنفسي. المهم تبدأ، لأن البداية مش شرط تكون عظيمة، لكن لازم تكون حقيقية. خامساً، نفسك تستاهل النسخة الجديدة منك. نفسك اللي استحملت واللي كتمت واللي كل يوم كانت بتقول أنا كويس وهي مش كويسة. تستاهل تديها فرصة، تستاهل تحبها، تستاهل تبدأ معاها من جديد ومن أول السطر. الخاتمة، كل بداية جديدة مش معناها إنك نسيت اللي حصل، لأ، معناها إنك قررت ما تسيبش اللي حصل يعطلك. قررت ترجع تكمل، مش علشان الدنيا سهلة، لكن علشان أنت أقوى، ولأنك لسه جواك كتير يستاهل يخرج للنور. لو الفيديو ده لمس حاجة جواك، شاركه مع حد محتاج يسمعه، واكتب لي في التعليقات إيه أول خطوة ناوي تبدأ بيها من جديد. ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وأشوفكم على خير.